العام للدوري الاحترافي انوي تنافس كبير وكبير جدا. الرجاء اليوم بقيادة مونديل الكبير يسعى لتحقيق انتصار لكي يقوي في العالم قطر 2022. شباب الرياض السلمي الذي يعتمد في تشكيله رسمي على هشام العلوش، غزوان ياسين، امين لمسان، عادل رحيلي، معاد بحسين، عبد الله تراوري، جبريل سيلا، هشام مرزاق، ايتور خان خالد، عماد الرياحي ومصطفى الصاد. فيما مونديل الكبير يدفع حضراف، يسري بوزوق، اولو، روجي، محمد المكعازي، محمود بن التيق وحمزه خبع. والتشكيل الرسمي لنسور الخضر في مباراه تنطلق فادرتنا على امل متابعه مباراه كبيره وكبيره. التوازن للفريق كله ربما بعد رحيل زكريا الوردي وعمر المباراة بالنظر لما يتوفر عليه من امكانيات محترمه جدا. كره من الصاد المهاجم الذي يظل القوه الضاربه في خط هجوم شباب الرياض السلمي، فسح المجال للتمرير من الطرف الايمن، كره في منطقه الجزاء مرت من امام غايه، جالس رمي بن تيق لحمزه خابا، بن التيق يلعب كرته في منطقه الجزاء والتغطيه. ما زال الخطوره الرجاويه في القائمه الثاني والتغطيه من دفاع شباب الرياض السلمي. وتعود من جديد الصراع على الكرة. مصطفى الصاد في الخط الامامي يبحث عن الحلول مع عماد الرياحي. من جديد الصراع في خط المباراة بين الرجاء وشباب الرياض السلمي. الصاد 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 كان بالامكان افضل. نعم، هدف اول في المباراة لشباب الرياض السلمي. كان خطأ من طرف الحارس، كان خطأ من طرف الحارس في التغطية، والشباب الرياض السلمي يوفق في بلوغ الهدف عبر جبريل سيلا. جبريل لاعب سابق للرجاء اليوم يلعب للشباب الرياض السلمي، يخطر الإعادة لما حدث. تمرير الكرة مصطفى الصاد ممتاز جدا. كان خطأ من الحارس غاية مرباح. هذا الإعادة مصطفى الصاد، تسديدة لم تكن قوية لكن خطأ، وهذا الأخطاء عادية جدا في مجال كرة القدم باش ما نكونوش قاسيين على اللاعبين. أمر عادي، أمر عادي، الإنسان معرض للخطأ. أنها ستدفع بهم للمركز الثاني قبل فترة التوقف الدولي. كرة من محمد النايري، نايري يركز، نايري يحاول وانه يصل للمرمى ويعدل النتيجه ويسجل هدف التعادل. نايري يسدد ممتازه جدا، لم تذهب بعيدا، تجعل منه واحد من اللاعبين اللي يفضلهم مونديل الكبير في مركز الظهير الايمن. يسري بوزوق يلعبها لزكريا حضراف. التحول من الطرف الايسر والتدخل، ضربه جزاء يقول حكم المباراه. ضربه جزاء من حكم المباراه هشام التمسماني لنقل الخطوره وشمال علوش. ضربه جزاء رجويه في الدقيقه 24 من المباراه. محمد النايري في تنفيذ الجزاء، نايري سدد والهدف، الهدف التعادل يعيد التوازن للمباراه يا ساده. هنا في المحمديه رجاء متعادل هدف لهدف من قدم محمد النايري. تفاعل هنا في مدينه المحمديه، النتيجه 1-1 ولا شيء حسم في مباراه شباب الرياض السلمي والرجاء الرياضي الذي في اول هجمه منظمه انضم في المباراه تمكن من الصعب عليه وانه يصل من تحصل عليها. وبن التايق الذي تسبب في ضربه جزاء في الديربي واليوم يتحصل على اقدار الكره واحكام الكره واعراف الكره وتقاليدها. امر عادي جدا وانه الانسان يخطئ، امر عادي جدا. بعض الاحيان ما لازمش انه نكونوا قاسيين على اللاعبين، وجوههم انتقدوهم، لكن القسوه جدا من دفاع شباب الرياض السلمي. للإعادة كرة ممتازة لعبها روجيولو في المرة الأولى ورجع مروان الهدودي وضعف المرمى. زريدة لوحده يتقمص ثوب الهدف ويتمكن من تسجيل الهدف. تصبح النتيجة 2-1 للرجاء. زريدة والموقع زريدة محمد النايري. الرياض السلمي استخلاص الكرة من جديد من الطرف الأيمن، والحكم يتدخل ويقول خطأ. الحكم يتدخل ويقول ضربة خطأ. الجولة الأولى يا سادة بتفوق الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد.